حاجة محدش بيتكلم فيها، بس أنا قررت أكسر الصمت وأتكلم. أنا شغال في مكان بدون ذكر أسماء. المكان ده جنبيه مكان بيبقى فيه سهرات من اللي قلبك يحبها كل خميس وجمعة. فأنا كل خميس وجمعة شغلي بيخلص بالليل وقت بداية السهرة، فاللي هو عقلي بيجيبني اللي هو طب ما تجرب، ما جاتش من مرة. احنا كشباب نفكر التفكير ده بشكل طبيعي، أي شاب فينا بيفكر التفكير ده عادي. بس افتكرت آية جميلة أوي في سورة الحديد، آية رقم 20. بسم الله الرحمن الرحيم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده حقيقي، كل اللي انت شايفه ده يا صديقي ما هو إلا خداع زائل، والدنيا كده كده مؤكد فنائها، ما هي إلا وسيلة وليست هدفا نهائيا. وما عند الله طبعا إيه؟ خير وباق. كل ده مش هيبقى موجود، كل ده هيتحول لرماد في الآخر. فدايما كده لما نفسك السيئة توزك على انك تعمل حاجة كده ولا كده، افتكر الكلمتين دول، وافتكر آية رقم 20 في سورة الحديد: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبس يا صديقي، اطلع انا انام بقى عشان لسه مخلص شغل. ربنا يهدينا ويهديك ويصلح حالنا وحالك وينجينا من فتن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، وجميع شباب المسلمين يا رب. وخلص الكلام.